هنا استاد الثمامة، هنا في أجواء عالمية، أجواء استثنائية، أجواء خيالية في ملعب الثمامة. المباراة الآن التي تنتظر المنتخب المغربي والصود الأطلس في مواجهة البرتغال. منتخب البرتغال بالأسماء بالنجوم الحاضرة اليوم في مشوار ولا أحلى للصود الأطلس بوصول تاريخي للدوري الربع النهائي كأول بلد عربي يصل إلى الربع النهائي في انتظار مواصلة الحلم ومواصلة المشوار بإذن الله لملا الوصول إلى نصف النهائي. كلنا ثقة في وصول الأطلس رغم الكثير من الإكراهات، لأن اليوم سنتعرف على بعض التغييرات التي أجراها وليد الركراكي في تشكيلته الأساسية. أخرى العرضية وبونو في أول تصدي، بونو يا بونو يحضر في أول تصدي ممتاز أمام جواو فيليكس. شوف هنا كيف انسل جواو بالراس على القائم الأول، ولكن ياسين بونو بعد ذلك مباشرة تلعب هذه الركنية الراسية، ولكن مرت عالية يوسف النصيري. أول فرصة تأتي للمنتخب المغربي، ركنية برقة، هنا محاولة المرور ولكن يوسف النصيري بعيد تماما في كرة استلمها سليم أملاح، لكن طالت ناحية الحارس دياغو كوشتا. هذه الإعادة مرة أخرى، سليم في القائم الثاني بالراس، ولا زالت هنا برتغالية والدفاع بعد ذلك يخرج هذه الكرة. لا زالت صعبة الرأسية، البرتغال يضغط في مناطقنا في هذه اللحظات. هنا إمكانية البرتغال على اللعب بهذه الطريقة. الكرة الأمامية ياسين بعد ذلك يتابع، ما فيش خطأ، ليس هناك خطأ، العب واصل يقول الحكم الأرجنتيني. هذه الإعادة حذر من الكرة، زياش يتقدم، زياش يراوغ، زياش يسدد ولكن مرة جانبية. أول تسديدة من حكيم زياش ولكن مرت جانبا مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى. مهم جدا كذلك النفس كيريرو بونو برافو. في خطأ نعم من برونو فرنانديش، وبالتالي لدينا ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. شوف الإعادة، رافائيل كيريرو مميز، هذه هي نقطة قوتنا، شفناه خاصة في مباراة بلجيكا. زياش مرفوعة والرأسية من طرف يوسف نصيري بالراس للمرة الثانية. نصيري دائما ناحية اللاعب يسار، من يراقب من يعاين هنا في الجهة اليسرى، خطيرة. جواو فيليكس مرة أخرى، اللاعب الذي يجد حريته في الميدان هو جواو فيليكس. مغربية يحيى عطية الله في القائمة الثانية بالراس، جول. المغرب يتقدم، المغرب يسجل. يوسف النصيري ينصر دينك يا يوسف، بالراس حتى في الشباك بالراس. هنا عن المقاس الكرة المهيئة، بينما الكرة الأمامية بالراس، التغطية لا زالت صعبة. هذه الأخطر للمنتخب البرتغالي. جواو فيليكس كان قريب. شوف الإعادة، المتابعة للكرة هي الثانية، الكرة الساقطة هنا على مشارف. هذه مغربية فيها عرضية فيها تسديدة، لا يا سليم بناء هجومي من اروع ما يكون مع أولاحي مع زياش. عندك يحيى بوفال، عندك يحيى بوفال سدد الكرة. بوفال كان عنده حل تمرير للجهة من الشباك، يا دياغو يا بالراس. لا زالت هنا برتغالية. العارضة أنقذتنا مشاهدينا الكرام، وصلت ناحية سير جول. يحيى عطية الله غير معقول، يحيى عطية الله. الصافرة تأتي في هذه اللحظات فعلا، ونهاية الجولة الأولى. بكم مشاهدينا الكرام، هذا هو استاد الثمامة. لحظات ينطلق شوط المباراة الثاني بين المغرب والبرتغال في ربع نهائي. زياش يتقدم، يلا يا زياش، بركاتك يا زياش، بركاتك. وجول. فيها ضربة مرمى كانت قريبة من المرمى. هذه هل فيها ركنية؟ شوف الإعادة مرة أخرى، الضربة الراسية. ثقة يا اليميق، عندنا فيك الثقة يا اليميق. هذه عرضية، بونو في المتابعة، برافو ياسين بونو. لاحظت ما الخطورة التي جاءت اليمنى، من يراقب دالوت وحده، دالوت وبونو. وينك
يا يحيى؟ وينك يا يحيى يا عطية الله؟ كان فال، يلا يا بوفال، مررها استلام التسديدة. وين يا عز الدين يا أناحي؟ وين؟ هل تسرع فيها عز الدين أناحي؟ هل تسرع فيها عز الدين أناحي؟ شوف المهارة. اوه يا سلام يا سلام، على طول على مشارف منطقة الجزاء بالراس، خطيرة بونو ومرة جانبية. اوه راموش كان قريب لحسن الحظ، الكرة مرة جانبية. شوف الإعادة، الهفوة الدفاعية الأولى مباشرة بعد خروج غانم سيد، لم يمر في يد بدون رقابة. استلم الكرة على راحته وسدد مباشرة منها. هنا استلام دييغو دالوت، العرضية بونو، وبونو في المكان المناسب. قراءته جيدة ياسين بونو. شوف الإعادة مرة أخرى، يتلقى الإشارة برون. يسرى عز الدين أناحي، هذه فرصة، هذه فرصة. جديرة، يا جديرة ماذا حصل؟ يا جديرة كنت أناني في هذه اللقطة، كنت أناني في هذه اللقطة. كان عندك زياش بيوضو غير معقول. يا بونو برافو ياسين الجدار، سير. يا جديرة غريب، كوقت محتسب بدل ضايع، وهذه فرصة بونو. ممتاز، ممتاز يا بونو، يتعملق بونو، يتألق بونو. ميدان داخل المنطقة، طالت إلى ضربة مرمى. خذ لك وقت ياسين بونو، خذ لك وقت ياسين بونو. وصلت الكرة على الجهة اليسار، رافائيل. مرت سلامات. السلام على الكرة الماضية، السلام على الكرة الماضية. وفي هذه اللحظات